السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أوميغا سبورت. أسود الأطلس، مبروك المنتخب الوطني المغربي اللي حقق الفوز على المنتخب الكندي ب2-0 وعبر لثمن نهائي كأس العالم 2022 بعدما كذلك تصدى المجموعة، والمباراة اللي انتهت كرواتيا وبلجيكا سالاو ب0-0. مباراة المغرب سالا 2-0 اللي حقق واحد الانجاز طال انتظاره 36 عام، وكيبطوا ماضي رائع للمنتخب الوطني المغربي مع حاضر كيأمل فيه الجمهور المغربي ان يكون مشرق مع الناخب وليد الركراكي. المنتخب الوطني المغربي كانوا ضاغطين منذ البداية بعدما تركات الحسابات ديال الكنديين اللي كانوا كيتوقعوا على ان المنتخب الوطني المغربي غيتراجع للوراء، لكن أسود الأطلس كانوا مسكوا الكرة بزاف، وكذلك لعبوا بشكل متميز في الدقائق الأولى من المباراة، واللي جاء الهدف الأول من بعد الضغط ديال النصيري على الحارس، ومن بعد جاء هدف حكيم زياش اللي قدم كذلك مستوى رائع. ما كملش الماتش نظرا لأن وليد الركراكي رأى على أنه يخليه باش ما يتصابش، ويخليه الماتش ديال الثمن النهائي بعدما تأكد بشكل كبير على أنه فاز في هذه المباراة، وعلى أنه حتى التعادل كيكفيه باش يتأهل للثمن النهائي. فالهدف ديال حكيم زياش كان بشكل رائع بعدما رفع الكرة عالية على الحارس ميلان بوريان قبل أن تتواصل المواجهة بسيطرة واضحة للعناصر الوطنية اللي تعاملت بالتألق ديال الصابري وباقي كتيبة وليد الركراكي اللي حنطات الكنديين في المناطق الدفاعيه ديالهم، واستأنفت المباراه بتحكم ديال لاعبي المنتخب الوطني المغربي في المباراه مع الاعتماد ديالهم كثير على بوفال في الجهه اليسرى في الوقت اللي اغرق الاخير بكثير من المراوغات، وكذلك ورغم ذلك انتشرت العناصر الوطنيه بشكل جيد ودافعت بقوه بعدما اعتمد المنتخب كندا على المرتدات السريعه اللي كانت هي السلاح ديالو، واللي ديما اللي كيعتمدها نظرا للسن ديال اللعابه والسرعه ديالهم في الهجمات المرتده. اللي حاول كندا جاهدا من الحد من الفعاليه ديال زياش اللي صار وجال في الجهه اليمنى في صدام صعب في صدام صعب فيه المغاربه المأموريه على الكنديين باعتمادهم على النهج التكتيكي وباعتمادهم الضغط العالي والتموضع الجيد في الملعب. ما توقفش المد المغربي خلال الشوط الاول بعد ما سجل يوسف النصيري الهدف الثاني للأسود في الدقيقه 23 وسط الدفاع كان تايه ديال كندا. فالهدف الوحيد ديال كندا كان بالنيان الصديقه ديال اكاد اللي قطع الكره وكيسجل هدف في المرمى بعدما اصطدمت بياسين بونو في يده وبعدها دخلت الى المرمى. قبل أن تتواصل المواجهة بإيقاع مرتفع وحاسم في العناصر الوطنية للشوط الأول، أداء ونتيجة رائع جدا. المنتخب الوطني المغربي كان أدى بشكل كبير مباراة قوية. فالمباراة قدم فيها المنتخب الوطني المغربي جميع العناصر قدموا واحد المباراة كبيرة. ربما بعض النقاط اللي غنهضروا عليها من بعد ديال الدخول ديال حمد الله اللي باغي انه يسجل، وهذا الشيء هذا رجع بالسلبيه في هذا الماتش هذا لانه ضيع 2 كرات كان امام المرمى فيهما وكان ممكن انه يقتنص الهدف فيهما، لكن الاولى كانت في انانيه والثانيه كان دفع الكره اكثر من اللازم، واللي شفناها في اخر ديال دقائق قبل ما يعلن الحكم انه قبل ما يعلن على انهاء ديال هذا الماتش هذا. القناص يوسف النصيري اللي حقق رقم مهم بعد ما سجل على المنتخب كندا اليوم الخميس، بحيث انه اصبح يوسف النصيري بعد هذا الهدف اللي ماركا على كندا اول لاعب مغربي كيماركي في 2 نسخ مختلفه في كاس العالم، وسبق ليوسف النصيري ماركا في 2018 واحد الهدف عالمي على الصبريون اللي بهذا الهدف ديالو اليوم غادي يكون رفع عدد البيوت اللي مسجلهم في كوب دي موند بجوج، مع العلم على انه ماركا على كندا بيت اخر وحيدوا الحكم بداعي التسلل. وفي اخر حاجه اللي غنهضروا عليها اللي هو احسن لاعب في هذه المباراه هذه اللي خداها اشرف حكيمي. صراحه كنت كنتمنى ان احسن لاعب تعطى الامرابط، لان امرابط كان عنده مستوى قوي جدا. اعتقد على ان امرابط انتقاله الى مستوى الى فريق كبير ان شاء الله من بعد هذا المونديال هذا، بعد المستوى الدفاعي اللي قدمه والاداء اللي قدمه دفاعيا
يقف مع الاسود الاطلس. صراحه جميع اللعابه كيستحقوا افضل لاعب في هذا الماتش هذا، لكن هي الجائزه تعطى لي واحد، وكنت افضل ان تعطى هذه الجائزه الى امرابط. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه، وكذلك توضعوا لنا في تعاليقكم كيفاش جاتكم المباراه ديال هذا اليوم هذا، وشكون كتوقعوا يعني اننا نطيحوا معاهم في الماتش في الجروب الجاي ان شاء الله، في الجروب ديال الغد ان شاء الله، يعني الماتش اللي باقي سباليون وكذلك الجابون اللي غتلعب، يعني عفوا تلعب اليوم، وكذلك كوستاريكا اللي غتلعب ضد الالمان. هذه المباراتين اللي غتحدد المصير ديال كل فريق مع من غيلعب. نتمنى من حلقه اليوم فيديو اليوم نال اعجابكم. السلام عليكم.